اهلا السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير والفيديو تاع لقاكم باحسن الاحوال بصحه جيده يا رب. فيديو جديد معايا كما راكم تشوفوا، بديته لكم هكذايا بشويه تاع القضيان. انا صراحه بعد ما خلص هكذا يكمل رمضان ما حبيتش نروح نقضي القضيان الشهري، قلت نكمل كامل واش عندي هكذا واش بقى لي من رمضان. ومن بعد نقضي هذاك الشهر، هذاك القضيان الشهري كما قلت لكم. بون كما راكم تشوفوا شريت كامل السكر، ضروري ما نشريه، دائما نستعملوه بزاف خاصه كي ندير هكذا باش نشربوا الحليب. شريت 4 كيلو، شريت ليكوش تاني بلا ما نقول لكم حبيباتي تاع 40 هكذايا تجيني يشد لي شهر وموان شار. بالنسبه لي جات ما شريتش، لانه شريت هذاك النهار لقيتهم 10000 وشريت 3 باكي ولا 4 والله ما شفيت. الفرماج تشيزي دائما ما نبدلوش، شريت 2 كيلو تاع الفرينه، رطل تاع العدس، الشوكولا تاع الحليب، كيلو تاع الملح، لا مايزينا، كاكاو، شريت سباغيتي وكيلو تاع الطعام. هذا مكان سقمت لي كيما راكم تشوفوا 344 الف. شريت تاني قرعه تاع ايزيس الصغيره. هذا ما كان نورمالمون شريت، شاركته معكم كما قلت لكم. واكيد بعد ما وريت لكم كامل القضيه نتاعي. وتاني شريت هذاك سيلوفين مباشره، جست هكذايا نرجع كل حاجه لبلاصتها. نفرغ كامل هذوك صوالح القراعي تاعهم. وحبيت نجاوب واحد المشتركه قالت لي شاركينا كيفاش تنظمي وقتك هكذايا ب4 بنات. المهم حبيباتي انا صراحه ما نكذبش عليكم، الشغل دائما يكون عندي كيما انايا كيما اي ام جزائريه. على كل حال عندك 2 ولا 3 ولا 1 الشغل يكون ومن بعد اكيد يزيد. كاين اللي عندهم بزاف الشغل وكاين اللي ما عندهمش بزاف. بصح انايا الطريقه اللي نعتمدها دائما انه ما نخليش الشغل تاعي يتراكم عليا، ولا نخلي الشغل تاع اليوم لغدوه. لانه كل يوم عندي واش ندير، كل نهار طيح لي حاجه زياده على هذاك الشغل اللي نديسيدي نديرو بكل صراحه. كيما اليوم هكذايا كي نقضي نرجع كل حاجه لبلاصتها، نمسح هذوك لي بواط اللي نجمع فيهم. وفي اغلب الاحيان حبيباتي كي تخلص ليها هكذايا حاجه نغسل هذيك لابواط نشفها ونرجعها لبلاصتها، هكذايا ما يتراكمش عليا شغل ونلقى كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه نقيه. وحاجه واحده اخرى بزاف مهمه، اكيد رايحين تكون عندكم هكذايا روتين يومي اسبوعي شهري، ضروري ما تتقيدوا به، هكذا ما تستهزوش عليه ولا تغفلوا عليه. وتاني التخطيط اليومي، يعني روتين يومي ولا اسبوعي ولا شهري ضروري ما يكون عنده تخطيط. هذاك التخطيط يعني ما تقولوش ما نديروش ولا ما نكتبوش في ورقه، خاصه كتبوا في ورقه هكذا باش تتحفزوا هكذايا روحتكم. وكل ما ديروا حاجه هكذايا ديروا شرط عليه. ومن بعد هذاك التخطيط اليومي والاسبوعي والشهري يولي عندكم عاده اوتوماتيكمون تديروه، خاص برك توالفوه وتتعودوا عليه وديروه. الشهر يعني هكذايا شهر يا ربي تتعودوا عليه وديروا كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه منظمه، كل حاجه في وقتها. واكيد كي يكون المرض ولا ولدك هكذايا مريض، الله غالب هذوك الظروف خاصه، اكيد كي تجوز هذيك الفتره تسترجعي كامل واش فاتك. المهم هذا هو النظام اللي نمشي عليه، هادو هما النقاط الاساسيه اللي نعتمد عليهم والحمد لله لقيت روحي بهم. هذا ما كان حبيبتي، ان شاء الله تستفادي من هاد النصائح ومن هاد الخطوات اللي نعتمد عليها. كما شفتوا معايا بعد ما كملت كامل استفدت هذاك القضيان، جست نقيت كامل هاد الفول كما راكم تشوفوا. انا صراحه هذا وقت تاعو كما على بالكم. كي مدوا لي هكذايا دارنا ولا اختي، هذا مدته لي اختي يعطيها الصحه. هكذايا نقشروا نغسلوا اكيد، مي بصح بعد ما نكونجليه هكذايا في المجمد ضروري ما نطيبو، دائما نطيبو ما نكونجليهش هكذايا وهو خضر. بعد ما يطيب لي مليح مليح نخليه حتى يبرد وندخلو هكذايا في لي ساشي تاني. كانت بعثت لي شويه تاع الجلبانه نقدها لي يعطيها الصحه، كونجيليتها كما راكم تشوفوا. نلقاها هكذايا في اي فصل يعني، وتقدروا يعني تجمعوا هذا الفول والجلبانه حتى العام حبيباتي. وبالنسبه واحد المعلومه،
يعني حبيت نفيدكم بها. بالنسبه لهذا الفول حبيباتي، كي تقشروه ما تمدوش لولادكم، خاصه اللي عندهم فقر الدم لانيمي وهو خضر ماشي كامل مليح. يعني راح يزيد هذاك المرض في ولادكم. وتاني كي تفوروه غلقوا هذيك لابيس ولا الكوزينه تاعكم، هذاك الفوار اللي يخرج منهم الثاني ماشي مليح للاولاد هكذايا اللي عندهم لانيمي. وخلاص حبيباتي، انا دائما نحب نجمد هكذايا الفول ولا الجلبانه، لانه نلقاهم بزاف خاصه هكذا في الصيف، ولا يجيك ضيف ولا خوك ولا باباك هكذا على غفله، ما عندك ما طيبي، تجبدي هذاك الساشي تاع الفول، ما تخليش حتى يديكونجلا كومبليتمون، انت فوري الطعام تاعك، وحطي الفول والجلبانه تاعك دايا في الكسكاس كما قلت لكم قبل ما يتكونجلا كومبليتمون. يعني وتزيدي شويه تاع القليان، شويه تاع السلطه، تكوني فريتيها، ما تكونش يعني حاصله واش تحطي ولا طيبي، ولا حتى كي تكوني هكذايا خارجه وتدخلي في الصيف على بالكم سخانه دي فوا تعكزي كامل الطيبي، تلقاي هاد الفول والله غير كيما الحسنه في دارك. هكذا انايا نجمد ولا نجمع الفول والجلبانه في المجمد. انا صراحه ما نجمعش بزاف لانه كيما على بالكم الثلاجه تاعي صغيره بزاف، سينو راح نجمع بزاف تاع الفول والجلبانه. المهم شاركت معكم الطريقه تاع اللي نعتمدها دائما وبزاف ناجحه حبيباتي. هذاك الفول ما يولي لا ما يخسر ما حتى حاجه، يبقى هو غير هو ديروا له الملح الكافي، لانه الفول كي يجي هكذا مسوس ما ديرولوش يعني الملح الكافي، ما يجيوش بنان. هذا يا رايي. وكل وحده يعني دير على كل حال الملح على حسب الذوق تاعها. وهنا يا حبيباتي راح بارطاجي معكم واش درت هذاك النهار القهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه. كانت خلصت لي الحلوى كامل، وكما على بالكم انا ضروري ما ندير حاجه هكذايا، وقلت ندير لي بان سويس. كنت بارطاجيت معكم واحد الوصفه، واحد الخطره درتهم بارطاجيتهم معكم، بصح الخطره ولا الوصفه تاع اليوم وحدها بالخف توجدوها، خاصه هكذايا في الصيف كاين سخانه ما تشدش كامل معكم الوقت. هنا كما راكم تشوفوا درت 2 كيسان تاع الفرينه، شويه تاع الملح اكيد، و بيض تاع البيضه، مغرف تاع خميره الخبز، 2 مغارف تاع السكر على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا اكثر ولا تنقصوا. درت شويه تاع لافاني ضروري، وراس مغرف صغيره تاع خميره الخبز. لميت هذيك الفرينه بالحليب دافي. انا كان عندي شويه تاع الحليب ضفت له الماء عادي، المهم يكون دافي. لميت هاد الخليط بمغرف برك كما شفتوا معايا، ما توشيتش كامل العجينه، وخليتها ريحت خمرت واحد 4 ساعة. كي خمرت لي جبتها هكذايا، رشيت الفرينه فوق سطح العمل كما شفتوا معايا. وحاولوا حبيباتي تحلوا هكذايا على شكل مستطيل ولا مربع. المهم وهنايا جبت لا مارغرين تاعي على شكل بوماد، لازم تكون يعني خارج الثلاجه هكذايا باش تورقوا بها لي بان سويس تاعكم. يعني هاد الطريقه كما قلت لكم بزاف سهله وناجحه 100%. دهنوها مليح مليح هكذا باش يجيكم هكذايا البان سويس تاعكم مورق. وهنا تاني بعد ما تروليو كامل هذيك العجينه تاعكم، زيدوا في هاد البلاصه شويه تاع مارغرين، وطويوها هكذايا على 3، ديروها هكذا في ساشي ترونسبارون تاع الخبز ولا فيلم اليمونتير كيما درت انايا. حطوها في الثلاجه واحد 10 دقائق لربع ساعه باش هذيك الزبده ولا المارغرين تجمد معاكم، وكي تحلوها في هذه المرحله ما تخرجش ليكم. انا خلاص تاني شيت شويه تاع الفرينه، ساعدوا روحتكم بالفرينه ضروري لانه العجينه بزاف خفيفه وسينو تتلصق لكم. حليتها هكذا على شكل طولي ولا على شكل مستطيل كما راكم تشوفوا. كان عندي اكيد شويه تاع الزبيب اللي شريته في رمضان، غسلته مليح مليح ونشفته، درته هكذايا من الفوق وشويه تاع فيرميسيل شوكولا، وراح نروليه تاني هكذا كما راكم تشوفوا، ونقطع هاد البودان تاعي ولا هاد العجينه تاعي. اللي عندكم هذاك الخيط الغذائي قطعوا به احسن واحسن حبيباتي، يخرج لكم الشكل بزاف شباب ومليح، وحتى الطريق تاعكم يخرج ولا يبان معاكم. وخلاص كنت دهنت سنيوه تاعي، حطيت البان سويس فوقه،
كي تحطوه في السنيوه ضغطوا عليه كيما درت انا يا حبيباتي، وخليوه يخمر المره الاخيره. الفور تاعكم اكيد ضروري ما تشعلوا عليه درجه 200، خليوه يسخن مليح مليح، لانه هاد الصوالح يحبوا الفور يكون سخون. وهنا خلاص بعد ما خمر لي جبت هذاك الصفر تاع البيضه اللي خليتها، راح ندهن بها كامل البنسويس تاعي، وراح نرش فوقه شويه تاع لوز ايفي اللي كان قعد لي تاني من العيد كي شريته درت به الحلوه. هذا ما كان دخلوا الفور طيب يتحمر الله الله. واش نقول لكم يعني طريقه ولا وصفه سهله بسيطه ناجحه، ما تشدش معكم كامل الوقت ولا الجهد. توجدوها على وقفه كما يقولوا، وصح صح توجدوها على غفله. تلقاو هكذايا القهوه تاع الصباح ولا العشيه كما قلت لكم، خاصه اللي الطيب دائما في الدار. انا دائما نميل ولا نخير الوصفات السهله اللي ما يشدوش معايا الوقت ولا تاني المجهود. هذا مكان هنا بعد ما دهنتهم كامل كما شفتوا معايا، درت شويه تاع لوزي فيلي من الفوق ودخلتهم للفرن. وانا يا حبيباتي بعد ما خرجتهم اكيد غطيتهم بان طورشون باش هذيك السخونيه ترجع ليهم ويطراو لي مليح مليح. راح نقسم لكم حبه مع حبه معكم هكذايا، خرجوا واش نقول لكم خفاف قطن ويتقرمشوا تاني في نفس الوقت. هذا هو الروتين تاع نهار حبيباتي، هذا هو الفيديو اللي وصلت معايا لهنا. ما تبخلش عليا باللايك وكومونتير شباب كما نقول لكم دائما، خاصه هذاك اللايك اللي راح يساعدني بزاف باش الفيديو والقناه تطلع ويشوفوها اكبر عدد من الناس حبيباتي. وخلاص اللي مازالت ما اشتركتش في القناه تشترك، ان شاء الله محتوى القناه يعجبها. نقول لكم الى اللقاء.